في زمن كانت مصر محكومة فيه بالظلم والاستبداد، طلع من قلب الريف المصري فلاح بسيط اسمه أحمد عرابي، ابن محافظة الشرقية سنة 1841، ابن الأرض، ابن الفلاحين اللي عاشوا عمرهم بين الزرع والعرق. عرابي دخل الجيش وبقى أول ضابط من أصول ريفية يوصل لمناصب عالية واستقادة أغلبهم أتراك وشراكسة. وجوده في الجيش كان بيمثل أمل جديد لكل المصريين البسطاء، لكن الظلم كان كبير والتمييز أكبر. المصريين محرومين من حقوقهم والجيش مليان فساد واستبداد. ساعتها وقف عرابي وقال كلمته اللي غيرت التاريخ: لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا، فوالله الذي لا إله إلا هو لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم. الوقفة الشهيرة قدام الخديوي توفيق في قصر عابدين سنة 1881 كانت لحظة فاصلة، لحظة عبرت عن كرامة شعب كامل مش مجرد ضابط بيطالب بحقوقه. الثورة العرابية رفعت مطالب واضحة: دستور، مجلس نواب، مساواة بين المصريين. كانت أول مرة الشعب يلاقي حد بيتكلم باسمه قدام السلطة. لكن بريطانيا ما سكتتش، وبدأ التدخل الأجنبي يكبر لحد ما وصلنا لموقعة التل الكبير سنة 1882 اللي انتهت بهزيمة الثورة ودخول الاحتلال البريطاني لمصر. رغم الهزيمة، اسم أحمد عرابي بقى رمز للشجاعة والكرامة، واتنفى بعيد عن بلده سنين طويلة، لكن هو فضل شايل جوه قلبه حب مصر لحد ما رجع آخر عمره. عرابي كان أكتر من مجرد قائد عسكري، كان صورة لوجع المصريين وأملهم في الحرية. يمكن خسر معركة، لكن كسب مكان في وجدان شعبه. صوته لحد النهاردة بيأكد إن الكرامة ما بتتقسمش، وإن الفلاح البسيط ممكن يقف قدام حاكم وظالم ويقول لأ